لو ما شفتش الجزء اللي فات من حكاية رودي فروح شوفه الأول. في الجزء اللي فات رودي انتقل لعالم تاني واكتشف إنه عالم مليان بالسحر. بعدها شفنا إزاي اتعلموا انتقلوا للمدينة لتعليم ايريس، وكمان شفنا النور اللي ظهر في المكان وإقصائهم في مكان بعيد عن المدينة ومحاولاتهم المتتالية علشان يرجعوا تاني. وفي النهاية شفنا وصولهم لإحدى المدن واختطاف رودي على إيد أشباه البشر. فيا ترى إيه هيحصل لهم؟ وهل هينجحوا إنهم يرجعوا رودي من إيديهم؟ تعالوا بينا نكمل باقي الحكاية. بعدها أشباه البشر بياخدوه للغابة اللي هم عايشين فيها، بيحبسوه في قفص هناك، والواد مش عارف هو فين وايه المكان ده وهو ليه هنا اصلا. اشباه البشر مالين المكان ومن المستحيل يعرف يهرب. بيقول في نفسه طب انا اهرب من هنا ولا اعمل ايه؟ بس حتى لو هربت من الصندوق ده فانا هطلع من الغابه دي ازاي؟ اسلم حل بالنسبه لي ان استنى سوبراد وايريس يجوا ينقذوني من هنا. وفعلا بتعدي الايام والحال نفس الحال، وبيفضل قاعد مستنيهم ولكن محدش بيعبره. عدت 7 ايام وهو في الحبس، ولا في جديد ولا في اي حاجه عارف يعملها. وفي يوم بيلاقي البوابه بتتفتح وبيدخلوا واحد وبيتحبس معاه. الراجل ده بيدخل وكان شكله قلقان جدا، ولكن بيلاقي رودي قدامه في الحاله ديت، وبيقول كويس ان في حد هنا اتكلم معاه بدل ما اكون لوحدي. رودي بيساله انت ايه اللي جابك هنا وايه اللي خلاهم يحبسوك؟ فبيقول له انا هو كوندا، كنت براهن مع احدى التجار على بضاعه معايا، وفجاه الناس دول هجموا علينا، وفي وقتها التاجر وكل اللي كانوا معاه هربوا من المكان ومفيش غير اللي كان موجود ومسكوني. وباين ان التاجر ده كان خاطف حد من قبيلتهم. قول لي بقى يا عم انت اتحبست هنا ليه انت كمان؟ رودي بيحكي له كل حاجه. بيقول له انا لسه لحد دلوقتي مش عارف هم حبسوني ليه. انا كنت بنقذ شويه ناس مقابل عبور صاحبي، وفجاه جم الناس دول وخطفوني. انا مش فاهم حاجه، بس انا مستغرب ازاي صحابي ما دوروش عليا لحد دلوقتي. اكيد في ان في الموضوع وانا لازم ارجع لهم بسرعه. بص يا عم كوندا، احنا هنستنى لبكره، ولو ما حدش جه وساعدنا فانا ههرب من هنا ومش هستنى تاني. فبيقول له كوندا تمام. وفعلا تاني يوم بيفضلوا مستنيين على امل ان حد يجي ويطلعهم. اليوم قرب يخلص ولكن برضه ما حدش جه، وفي وقتها بيقرر يستعمل سحر ويهرب من المكان ده. ولكن قبل ما يفتح الباب بيلاحظ وجود دخان وفي حاجه غريبه بتحصل. بيبص بيلاقي النيران ولعت في كل القبيله، ومجموعه من التجار وقطاع الطرق عمالين يقتلوا فيهم. رودي بيستخدم سحره بسرعه وبيفتح الباب. بياخدوا حاجتهم وبينزل هو وكوندا تحت علشان يهربوا. بيقفوا على الجسر ده وبيشوفوا قطاع الطرق وهم عمالين يقتلوا فيهم. كوندا بيقول له يلا نهرب يا عم، ملناش دعوه باللي بيحصل معاهم، يلا نمشي من هنا بسرعه. ولكن انت متخيل ان رودي هيسيبهم يموتوا بالسهل كده ومش هيعمل حاجه؟ لا والله. الواد بيقول له انا مش همشي ولا هتزحزح من هنا لما نخلص على الكلاب دول وننقذ اهالي القبيله، خليك معايا علشان تساعدني. الواد بيفرح من كلامه وبيقول له اللي تشوفه يا صاحبي. وفعلا بداوا هما الاثنين بالهجوم على عصابه. رودي بيوقفهم بسحره وكوندا بيوقع فيهم واحد واحد. بعدها بيستخدم سحر الامطار وبيعمل سحابه كبيره وبينزل بيها امطار بتوقف الحريق اللي في الغابه. ولكن في الوقت ده العصابه بتلاحظ وجودهم وبيتجهوا لكوندا علشان يقتلوه. ولكن بيتفاجئوا بالراجل اللي خطف رودي وصل من وراهم، بيقتل كل اللي قدامه بكل براعه. بعدها بيقول له رودي يلا بينا علشان ننقذ الاطفال قبل ما يخطفوهم. فبيقول له تمام وبيتجهوا لهناك. فعلا رودي بيوقفهم بسحره وجيس بيخلص عليهم في ثانيه وبيروح ينقذ الاطفال. ولكن فجاه وجيس بيفك العيال، بيسمع صوت بيندع عليه وبيقول له اثبت مكانك، وبيكون جالوس. رودي اول ما بيشوفه بيتصدم، بيعرف انه استغلهم علشان يعمل اللي في دماغه، وهو اللي معطل صحابه يوصلوا لهنا وينقذوه. بيقول له ايه رايك في المفاجاه دي يا رودي؟ صدق انك مغفل قوي على اللي انا عملته معاك. يلا بقى سيب البنات انت والحيوان ده علشان ما قتلش البنت دي قدام عينيكم. العيال ساكته ومش عارفين يعملوا حاجه. ولكن كان في 2 بيحاولوا يغتالوا جالوس من ظهره، بيهجموا عليه بسرعه وبيكونوا خلاص هيصيبوه. ولكن جالوس مش سهل وبيصد هجماتهم بسهوله وبيبعدهم عنه. جيس كان عايز يلحق البنت من ايده، ولكن جالوس بيعلم عليه هو كمان وبيصيبه في صدره. بيبص لرودي بعدها بيقول له اعتقد انك عرفت انك مش قدي. انا هاخد البنات دول وههرب من هنا، بس لو فكرت تعمل حاجه صدقني هقتلك بلا رحمه. رودي بيسمع الكلام وبيكون واقف ولا بيقول اي حاجه. جالوس بيتقدم من قدامه وكان هياخد البنات وهيهرب. ولكن في اخر لحظه بنتفاجئ بالكلب اللي رودي نقذه قبل كده بيهجم عليه وبيبعده عن البنات، ورودي بيضربه بسحره هو كمان. جالوس وقتها اتعصب جامد من اللي حصل. بيقول لرودي مش قلت لك لو فكرت تعمل حاجه مش هرحمك؟ يلا انت اللي جبته لنفسك. بيهجم عليه بكل قوته. رودي بيستخدم عين الاستبصار وبيفارق هجماته، عمال يبعد عنه كل شويه، ولكن جالوس مش سايبه. بيغفل رودي بسكينه في رجله وبيقع على الارض قدامه. بيهجم عليه تاني وكان خلاص هيقتله، ولكن الكلب لحق في اخر لحظه وبيبعده عنه. جالوس لسه ما بيلحقش يفوق، بيلاقي رودي جهز له، جمع ضربه لولبيه في وهوبا بيديله ضربه بتكسر بيه المكان بالكامل، وبيقع جالوس مغمى عليه وما عادش قادر يكمل. رودي هو كمان كان جاب اخره وبيغمى عليه من التعب، وبياخدوه على البيت جوه. وبعدها بقى لما بيفوق بيتفاجئ بايريس وسوبراد قدامه. ايريس كانت فرحانه جدا انه بخير وما حصلوش حاجه. بتقول له انا عرفت اللي انت عملته في القبيله وانقاذ اطفالها، انت بقيت اشهر من نار على العالم هنا. جيس هو كمان
كمان بيجي بيتأسف له عن كل اللي عمله وانه حبسه هنا طول المدة ديت وهو مش فاهم حاجة. رودي بيقول له ولا يهمك يا عم، اهم حاجة انكم بخير دلوقتي. وبيسأل ايريس بعدها ايه اللي اخرهم كده، فبتقول له ان بعد اختفائه جالوس جالهم وقال لهم ان قبيلة جيس هم اللي خطفوك وكنا عمالين نحارب فيهم طول الفترة اللي فاتت علشان نوصل لك، ولكن ما كناش فاهمين انه بيستغلنا لمصلحته. الكل وقتها بيفهم اللي حصل وكانوا في قمة السعادة انهم بخير دلوقتي. بعدها بيروح اولاد جيس لايريس وبيتعرفوا عليها وهم تونا وتريستينا. بتبدأ ايريس تعلمهم ازاي يتكلموا بلغة البشر والعيال كانوا فرحانين جدا. الاب هو كمان بيشوف تونا وتريستينا مبسوطين معاها، بيروح وبيشكرها على مساعدتها، ولكن في الوقت ده بيلاحظ الخاتم اللي في ايديها. بيقول لها الخاتم ده انا عارفه كويس، انت جبتيه منين؟ البنت بتقول له جيلين ادتهولي في عيد ميلادي وقالت لي انه غالي عليها جدا. صح، هي شبهك قوي ومن اشباه البشر هي كمان، هو انتوا تعرفوها ولا لا؟ الاب اتصدم من اللي سمعه، وشه اتغير وباين عليه انه متعصب جدا. بيقول لها جيلين دي بنت ملهاش لازمه، يا ريتها كانت ماتت احسن زي ما انا كنت معتبرها. وبعدين بيسيبها وبيمشي. ايريس بتتعصب من كلامه، بتلحقه بتقول انا مش هسمح لك تجيب سيرتها بحاجه وحشه حتى لو كانت تقرب لك. جيلين اكتر شخص بحبه وبعتبرها زي اختي الكبيره ودايما كانت بتحميني من اللي بيحاولوا يأذوني. جيس بيتصدم من اللي سمعه، مش مصدق ان اخته بقى ليها المكانه ديت، بس رودي بيأكد على كلامها وبيقول له انها بقت قويه جدا ووصلت لرتبه قديس في المبارزه ومن اقوى اقوياء المدينه دلوقتي. الاب وقتها بيفتكر اللي حصل وان من زمان كانت اخته ضعيفه جدا، كانت مسببه له مشاكل كتيره وكان كل اهل القريه بيستهزئوا بيها ومش عايزينها معاهم. الاب كان محرج جدا علشان هي اخته، ولكن ما كانش عارف يعمل معاها اي حاجه. وفي يوم من الايام هجم على القريه احد قطاع الطرق وخطفها، ولكن ما حدش اهتم بيها واعتبروها ماتت ولا حد فكر يدور عليها حتى. وفي وقتها جيس بيندم على اللي عمله وبيسيبهم وبيمشي وهو زعلان. تونا وتريستينا هم كمان بيروحوا لايريس وبيقولوا لها احكي لنا عن عمتنا وايه اللي تعرفيه عنها. ايريس بدات تحكي لهم عنها والعيال كانوا مبسوطين جدا. بتقول لهم كمان ده هي اللي علمتني المبارزه وبقيت بعرف احارب زيها. تونا وقتها بتتحمس وبتطلب من ايريس تعلمها كل اللي اتعلمته وبتقول لها انا هبقى زي عمتي جيلين لما اكبر. وطبعا ايريس بتوافق، وفعلا من اليوم ده وهي بدات تعلمها كل حاجه تعرفها وتونا بدات تتطور كل يوم عن اللي قبله. بيعدي الوقت وتونا اتعلمت كل مهارات ايريس، خلاص جه الوقت اللي لازم يمشوا فيه من القبيله. ايريس بتقول لتونا مبروك عليك انت بقيتي قويه جدا، بس انا عايزه اقول لك حاجه، ده اخر يوم لينا هنا، موسم المطر خلص وخلاص الطريق بقى سهل لينا وهنعرف نخرج من الغابه، فعلشان كده حبيت اودعك. تونا بتزعل وبتقول لها لا انا مش هسيبك تمشي من هنا وخليكي معانا على طول. ايريس بتحاول تفهمها انها لازم تمشي، ولكن تونا بتهجم عليها بكل عصبيه وبدات تضربها ومحدش كان عارف يحوشها. وفعلا صدق المثل اللي قال اعلمه الرمايه كل يوم فلما اشتد ساعده رماني وكم علمته نظم القوافي فلما قال قافيه هجاني. رودي وجيس هما كمان بيحضروا في المكان، بيبعدوهم عن بعض وبيفهموا كل اللي حصل، وبعدها بياخدوهم وكل واحد فيهم بيروح في اتجاه. جيس بيروح لتونا وبيتكلم معاها، بيقول لها ما كانش المفروض تتعاملي بانانيه وتضربيها، مش علشان تعملي اللي انت عايزاه يبقى تاذي اللي قدامك عادي، هما ماشيين بكره فما تغلطيش غلطتي اللي عملتها مع جيلين وتسيبها تمشي وهي زعلانه. تونا اول ما بتسمع الكلام ده بتتاثر، بتقرر تروح وتعتذر لها وتتاسف عن كل اللي عملته. في نفس الوقت كانت ايريس قاعده زعلانه من اللي حصل، ورودي كان بيجمع حاجاتهم اللي هياخدوها وهم ماشيين، وفجاه بيسمع صوت تونا وهي جايه وبيعرف انها جايه علشان تصالحها. على طول بيسيب المكان وبيطلع علشان تاخد راحتها، وفعلا تونا بتدخل لها من غير مقدمات بتعتذر لها، بتقول لها انا اسفه على انانيتي واسفه على كل اللي عملته معاكي، اي نعم انا مش عايزاكي تمشي من هنا بس ما كانش لازم اتعامل معاكي بالطريقه دي مهما حصل، اتمنى انك تسامحيني يا اختي. ايريس بتسمع كلامها وبتتاثر، بتقول لها على فكره البوكس بتاعك كان جامد قوي، باين ان تعليمي جاب نتيجه. بيضحكوا اخيرا وكانوا في قمه السعاده، واخيرا رجعوا زي الاول تاني، وبيخلص اليوم على كده. وتاني يوم بياخدوا كل حاجتهم وبيكونوا ماشيين. سوبرات بيودع القاده ورودي بيودع الاهالي، وايريس بتودع صحابها وكانوا زعلانين جدا علشان هتسيبهم وتمشي. بعدها الاب بيروح لايريس وبيتكلم معاها، بيقول لها لو قابلت جيلين اتاسفي لها بالنيابه عني، قولي لها اخوكي بيحبك ندمان على اللي عمله معاكي وهيكون مستنيكي في القبيله، ولو رجعت هيكون فرحان جدا. البنت بتتاثر من كلامه، بتقول له خلاص يا عم قطعت قلبي، صدقني اول ما اشوفها خليها تيجي تزوركوا على طول. فبيقول لها تمام. بيعدي الوقت واخيرا بيوصلوا، ودي اول مدينه للبشر بعد منطقه الشياطين. وقتها كوندا بيقول لهم كملوا انتوا بقى وانا هسيبكم هنا علشان عندي حاجات عاوز اعملها، فبيقولوا له تمام وبعدين بيسيبهم وبيمشي. صحابنا هم كمان بيدخلوا المدينه وبيسكنوا في احدى الفنادق. رودي بيقول لهم اخيرا وصلنا للعالم
العالم بتاعنا من تاني. انا فرحان جدا، علشان كده هطلع بكره الصبح للمدينه وهبعت رساله لباول اطمنه عليا واقول له ان بخير وما يقلقوش انا راجع لهم. عدت سنه كامله على الحادثه دي، ويا ترى هم عاملين ايه دلوقتي؟ وبيكون مفكر ان مفيش غير هم بس اللي النور قصاهم من المدينه وكل الناس عايشه حياتهم عادي. وتاني يوم كان قاعد كده وبيشوف واحد راكب حصان وخاطف واد وبيجري بيه من المكان. رودي على طول بيجهز نفسه وبيحاول علشان ينقذ الواد منهم ويرجعه لاهله تاني. بيدخلوا احدى الحانات ورودي بيدخل وراهم، ولكنه بيتفاجئ ان الناس اللي خطفوه بيتعاملوا معاه بطيبه وجايبين له اكل كمان. بس هو ايه اللي بيحصل بالظبط؟ ولكنه بيقول انا هعرف ده بنفسي. بيلبس القماشه دي على وشه وبيطلع لهم بيقول لهم سيبوا الواد ده يا اما هقتلكم هنا ودلوقتي. العيال اول ما بيشوفوه بيهجموا عليه، ولكن رودي بيفادي هجماتهم بكل سهوله. عمال يفادي بس ومش عاوز يصيب حد فيهم الا لما يعرف الحقيقه منهم. وقتها الناس دول قلقوا منه، قعدوا يندهوا على القائد بتاعهم علشان يجي يوقفه. وفعلا القائد بيجي لهم، بس بيكون قائد على ما تفرج سكران وحالته تصعب على الكافر. رودي بيستهزأ بيه وبيقول له مالك يا عم انت ماشي تتطوح كده ليه؟ ولكن الراجل ده بيسيب اللي في ايده وبيهجم عليه بسرعه كبيره جدا. رودي اتصدم من سرعته، بيستخدم سحره عليه ولكن ده بيفلت منه وبيكسره بسهوله. لسه هيهجم عليه تاني ولكنه بيقطع القناع اللي على وشه. القائد اتصدم من اللي شافه، بينده على رودي باسم الدلع بتاعه. الواد اتصدم، محدش كان بينده لي بالاسم ده الا واحد بس. ايوه هو باول ابويا، بس هو ايه اللي عمل فيه كده؟ ده مش باول اللي احنا عارفينه. المهم بياخده جوه الحانه وبيتكلم معاه، بيساله انت كنت فين طول الفتره اللي فاتت؟ عدت سنه كامله وانا معرفش عنك اي حاجه. هو انت ما شفتش رسالتي اللي كتبتها لك ولا ايه؟ رودي بيقول له والله يا عم ما شفت حاجه. بيحكي له كل اللي حصل معاه من طقطق لسلام عليكم، وبيقول له انا غامرت كتير وتعبت عما وصلت لحد هنا. انا بجد فرحان جدا باللي عملته بالانجازات اللي حققتها. الاب وقتها اتعصب من كلامه، بيقول له بقالك سنه عمال تلف في البلاد ومعاك شيطان بيحميك ولا همك عيلتك ولا حد وتقول لي فرحان؟ ده انت حتى يا اخي ما فكرتش تبعت اي رساله تطمن وتشوف ايه اللي حصل معانا. المساعده بتاعته بتحاول تهديه، ولكنه بيقول لها ده كلام بين اب وابنه ما تتدخليش فيه. وفي وقتها رودي هو كمان بيتعصب منه، بيقول له انت بتلوم عليا اني ما سالتش ليه؟ انا كنت بواجه الموت كل يوم وانت هنا جايب كام بنت تلعب معاهم وبتلوم عليا. اراهن ان كمان شويه هيبقى عندي اخت من البنت ديت زي ما كنت ثقه امي مع الخدامه قبل كده. الاب وقتها اتعصب من كلامه، بيقوم عليه وبيضربه، بيقول له انت عمال تتكلم كده وما انتش فاهم حاجه. رودي هو كمان بيتعصب من اللي عمله، بيستخدم سحره عليه وبيوقعه، وبعدها بيفضل يضرب فيه بكل غباء. بيقول له ايوه خليك كده اسكر واسهر واخطف الاطفال وخلاص، انا متضايق جدا علشان عندي اب زيك. وفي الوقت ده بيلاقي بنت صغيره بتيجي وبتبعده عن ابوه. دي اخته نورين اللي كانت صغيره، لسه هيقول لها ان اخوها ولكنها بتقول له ابعد عن ابويا واطلع بره. الواد بيسمع كلامها فعلا وبيكون سايبهم وماشي. ولكن في اخر لحظه الاب بيكلمه، بيقول له على فكره مش انت لوحدك اللي اتنقلت في الحادثه اللي حصلت، معظم سكان القريه هم كمان محدش عارف هم فين لحد دلوقتي. رودي بيقول له سيلفي حصل لها حاجه ولا ايه؟ بول بيقول له كل اللي جه في دماغك هي سيلفي حبيبتك. امك والخدامه هم كمان اختفوا طول الفتره اللي فاتت، بدور عليهم وما لقيتش ليهم اي اثر. وفي الفتره اللي انت غبت فيها انا عملت الجماعه دول وبندور على اهالي القريه وبنرجعهم. والواد اللي انت شفته ده كان في مجموعه من الناس استعبدوه واحنا انقذناه منهم، ولكنك ما كنتش فاهم حاجه. روح كمل لعبك انت وسيب الموضوع عليا وانا هتعامل. رودي وقتها عرف غلطه، بيمشي وهو زعلان جدا بسبب اللي عمله. بيرجع الفندق وبيقعد متضايق من نفسه. ايريس وسوبرات بيجوا وبيشوفوه وهو قاعد كده وباين عليه متبهدل. بيسالوه مالك يا عم وانت قاعد كده ليه؟ فبيقول لهم انا شفت ابويا وهو موجود في المدينه هنا. ايريس بتقول له بقى هو اللي زعلك؟ طب انا هوريه. وبتكون رايحه علشان تتخانق معاه، ولكن سوبرات بيمنعها، بيقول لها لو فارق معاكي زعله فروحي اقفي جنبه خفيفه عنه بدل ما تتسببي في مشكله. ده كلام بين اب وابنه انت مالكيش دعوه بيه. وفعلا البنت بتفهم كلامه، بتروح لرودي وبتقعد جنبه مش عارفه تعمل ايه وعمرها ما واسيت حد قبل كده. بتحضنه وبتقول له ما تزعلش يا عم انا هفضل جنبك مهما ابوك عمل معاك، اياك تزعل منه. افتكر كل اللي عمله عشانك قبل كده وهتفهم ان اكتر واحد كان بيحبك. رودي وقتها بيفهم كلامها، بيقول لها تمام انا هبقى كويس ما تشغليش بالك. في نفس الوقت كان الاب قاعد في الحانه بيسكر وبيفتكر كل اللي حصل بعد ما النور اباد القريه بالكامل. لقى نفسه في مكان بعيد ومش عارف هو فين ومفيش غير بنته نورين هي اللي موجوده معاه. بعدها بدا يدور على عيلته في كل مكان بحماس كبير على امل انه يلاقيهم، ولكن بدون اي فايده. عدت 6 شهور ومفيش اي امل انه يلاقيهم. من كتر زعله على فقدان مراته وابنه قعد يسكر لحد ما بقت دي حالته، وكمان بقى ده شكله. بس وهو قاعد بيلاقي كوندا بيجي وبيقعد معاه، بيقول له انا عندي ليك خبر هيظبط يومك يا صاحبي، ابسط يا عم علشان ابنك عايش وكمان هنا في المدينه. ده كمان بقى قوي جدا وبيعرف يستخدم السحر بكل براعه، ولكن برغم انه قال له بيبص بيلاقي ملامح الاب
الاب زي ما هي. بيقول له مالك يا صاحبي، هو انت ايه اللي حصل لك؟ معقول انتوا اتقابلتوا حاجه حصلت بينكم؟ بول وقتها بيحكي له كل اللي حصل. بيقول له ده عيل مستهتر ملوش لازمه، كان عمال يلعب طول الفتره اللي فاتت وما عملش اي حاجه مفيده. كوندا بيقول له انت مفكر ان كل اللي عدى بيه كان سهل ولا ايه؟ الواد ده تعب كتير جدا عما وصل لحد هنا، كان نفسه لما يشوف ابوه ياخده بالحضن ويقول له وحشتني، بس شوف بقى انت عملت له ايه. بول بيقول له ده كان بيحكي له اللي حصل واكنه بيحكي قصه مغامراته، وكأن بالنسبه له دي حاجه عاديه. فبيقول له كوندا هو حكى لك بالطريقه دي علشان ما تزعلش، بس اكيد لما شاف شكلك ده صعبت عليه وما رضاش يشيلك هم على همك، وحب يبين لك انه كويس ومفيش حاجه بتضايقه. انا قضيت معاه يومين وكان محبوس ومذلول وحالته كانت صعبه جدا، الله اعلم بقى ايامه كانت عامله ازاي. بول وقتها بيفهم كلامه، بيزعل من اللي عمله مع ابنه، بيسيبه وبيروح لنورين وهي نايمه. بيتخيل ان رودي اول ما جه قابلها وهو بيضحك وكان فرحان بيها، بعدها بيروح وبيفوق نفسه، بيقرر انه يصلح غلطه ويروح لرودي ويعتذر له. وفعلا بيروح للحانه اللي هو كان قاعد فيها، وكان حلق ورجع لشكله القديم تاني. ايريس وسوبراد اول ما بيشوفوه جاي بيسيبوه وبيمشوا علشان ياخدوا راحتهم في الكلام. الاب بيقعد قدامه وبدا يتاسف له على اللي عمله، بيقول له انا نسيت نفسي واللي كنت عايز اعمله طول الفتره اللي فاتت، اتحولت لشخص تاني وكمان شخصيتي اتغيرت وكنت مفكر ان ده هو الصح، بس لما انت رجعت دلوقتي اديتني امل ان ادور على امك ونرجعها تاني. انا اسف على معاملتي ليك بالطريقه ديت واتمنى انك تسامحني. رودي بيسمع الكلام ده وبيتاثر منه، بيقول له ولا يهمك يا عم، انا كنت بتدلع طول المده اللي فاتت، كنت بحسب ان انا بس اللي اتاذيت وانكم عايشين حياتكم طبيعيه. صدقني لو كنت اعرف ان كل ده حصل ما كنتش هتخاذل ولا هاخد الموضوع بالاستهتار دوت. من النهارده واملي الوحيد هو ان الاقي امي من تاني وارجعها. كمان بيبص لابوه كده بيلاقي عينيه مليانه حزن تكفي عوالم واكوان، وكانه لسه ما عبرش عن اللي في قلبه. بيقول له ايه رايك يا عم بول ننسى اللي حصل امبارح واكن اول مره اشوفك دلوقتي، عارف انك مش فاهم حاجه، قوم بس كده قدامي، اقف هنا وافتح دراعك وطي شويه بقى بس كده. وبعدها بيجري عليه وبيحضنه، بيقول له وحشتني كتير يا عم والله. الاب وقتها اتاثر جامد، كان عمال يعيط بحرقه شديده جدا، كميه حنين في المشهد تكفي عوالم واكوان. المهم بيطلعوا بعدها وبيفضلوا يهزروا مع بعض وكانوا الاتنين في قمه السعاده. بعدها بيدخل عليهم ايريس وسوبراد، الاب بيتعرف عليهم وبيشكر سوبراد على حمايه ابنه طول الفتره اللي فاتت. بعدها بيقعدوا وبيبدا رودي يتكلم معاهم، بيقول لهم على كل اللي يعرفوا عن كل اللي حصل في المدينه. بيكمل كلامه وبيقول لهم لو رجعنا المدينه مش هنلاقي حد من اللي نعرفه موجودين هناك، علشان كده لازم اغير وجهتي وهفضل ادور على امي لحد ما الاقيها وارجعها تاني. انتوا ايه رايكم في الكلام دوت؟ سوبراد وايريس بيقولوا له احنا معاك يا عم قلبا وقالبا، وهنفضل معاك احنا كمان لحد ما تلاقي امك. وفعلا تاني يوم بيجمعوا حاجاتهم وبيكونوا ماشيين، بيقولوا للاب انهم هيدوروا في منطقه الشمال وهو خليه هنا مع نورين وهم يرجعوا تاني اول ما يلاقوها. الاب بيقول لهم تمام وبعدين بيودعهم. فيا ترى ايه اللي هيحصل بعد كده؟ وهل هيعرف رودي يلاقي امه؟ ويا ترى ايه مصير عائله ايريس؟ وهل هيقدر يرجعها لبيت ابوها؟ كل ده واكتر هنعرفه في الجزء الثالث من حكايتنا. فلو عاوز الجزء الجديد ما تنساش الاشتراك وتفعل الجرس علشان يوصل لك كل جديد. وبس كده يا عم، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه ودمتم في امان الله.